الفيلم بيبدأ مع شاب بسيط اسمه سام، شاب هادي ومنطوي شوية، مش من النوع اللي بيحب الحفلات والزحمة. في يوم واحدة صاحبته بتعمل حفلة في بيتها وبتدعوه هو وصحابه، وسام بيقرر يروح مع إنه مش متحمس، رايح بس عشان ياخد منها شرايط موسيقى كانت واخداها منه زمان ويمشي. بيوصل سام الحفلة والجو هناك مش عاجبه خالص، الناس بترقص وتضحك وتتصور، وهو قاعد على جنب كده باين عليه تعبان ومش في المود خالص. بيروح لصاحبته وبيقول لها إنه جاي علشان الشرايط، فبتقول له استنى شوية، خليني أفضى وهجيبهم لك، وبتطلب منه يقعد شوية في الحفلة. سام بيوافق، بس هو زهقان جدا. بيقعد شوية وبعدين بيزهق فعلا، فيروح تاني لها يسأل على الشرايط. وفي اللحظة دي واحد من صحابها بيبدأ يرخم عليه بكلام مش لطيف، وسام بيكون على وشك يتخانق معاه، بس البنت بتدخل بينهم وبتمنعهم، وبتقول لسام يدخل أوضة معينة هيلاقي فيها الشرايط وياخدهم. بيروح سام للأوضة، فعلا بيلاقي الشرايط، بس فجأة بيحس بتعب شديد، مناخيره بتبدأ تنزل دم، وبيحس بدوخة غريبة. بيقفل الباب وبيقعد على كرسي يستريح شوية ويغرق في النوم. وبيبدأ الكابوس. لما سام بيصحى بيلاقي الشمس طالعة والدنيا هادية جدا، وبيتساءل ليه محدش صحيه، هو نام قد إيه. بيقوم كده وبيخرج من الأوضة، بس أول حاجة بتلفت نظره هي إن البيت كله متبهدل، في دم على الأرض وآثار خناقات، حاجات مكسرة، كأن في كارثة حصلت. بيبدأ يلف في البيت يدور على الناس اللي كانوا موجودين. فجأة بيشوف واحدة من صحابه بيندوا عليها، بس هي مش بترد، وبتتحرك ناحيته بشكل غريب. وهنا بتبدأ المصيبة الحقيقية. البنت دي بتجري عليه وتحاول تعضه. سام بيرجع لورا وهو مش فاهم حاجة، بس بسرعة بيفهم إنها مش طبيعية، اتحولت لزومبي. سام بيجري منها، بيقفل باب أوضة على نفسه وهو قلبه هينفجر من الرعب. بيبص من الشباك وبيشوف إن الدنيا كلها اتقلبت. الشارع تحت فيه ناس بتجري، عربيات مقلوبة، وزومبي في كل مكان. بيشوف عيلة بتحاول تهرب، بس عربية بتاعتهم بتصدر صوت عالي، وده بيجذب الزومبي ناحيتهم وبيهاجموهم بشراسة. سام بيشوف كل ده من فوق وهو مصدوم، مش قادر يستوعب إن كل ده حصل وهو نايم. بياخد موبايل من الأرض وبيشغل الرسائل الصوتية اللي عليه. البنت اللي كان الموبايل بتاعها كانت بتبعت لصاحبها بتقوله إن الناس في الحفلة ابتدوا يتحولوا لزومبي وبياكلوا بعض، وصاحبها بيرد إنه هو كمان في مكان تاني والناس حواليه مجانين. سام بيسمع ده كله وهو مش مصدق، كل ده حصل وهو نايم. بيطلع سام فوق السطح عشان يدور على حد يساعده، بس الدنيا هادية بشكل مرعب. بيرجع تاني للشقة وبيبدأ يجهز المكان إنه يعيش فيه شوية، بينضف، بيرتب، لأنه مش عارف هيفضل محبوس هنا قد إيه. في يوم بيسمع صوت جاي من تحت، بيلاقي فجأة طلقتين رصاص ضربوا في سقف المكان اللي هو فيه وخرموا الأرضية. سام بسرعة بيكسر الأرضية دي وبيلاقي نفسه في شقة تحت وفيها راجل ميت قاتل نفسه بالبندقية. سام بيتأثر، بس بياخد البندقية معاه لأنها ممكن تنقذه. بعدين بيرجع للعمارة وبيقفل الباب الرئيسي كويس علشان محدش من الزومبي يدخل. بيبدأ يلف على الشقق، بيدور على أكل، على لبس. بيلاقي جاكيت شيك يلبسه ويفرح شوية. بيلاقي كمان أكل، بياكل لأنه كان جعان جدا. بعد شوية يدخل شقة تانية، بيلاقي فيها زومبي بيهجم عليه. سام بيجري بالعافية وبيبعده، وبعدين بيعلم على باب الشقة دي بعلامة إكس علشان يفتكر إنها فيها خطر. وفي يوم بيلف في الشقق بيلاقي جهاز بيشغل موسيقى ودرامز. سام بيحب الموسيقى جدا، فيقعد يعزف ويفصل عن كل حاجة حواليه. بيروح للأسانسير يلاقي في واحد محبوس، للأسف اتحول لزومبي. الراجل ده كان اسمه ألفريد وكان من سكان العمارة، وسام يعرفه كويس. سام بيزعل جدا ويسيب ألفريد محبوس جوه. الحياة بتبدأ تتكرر. سام يصحى، يعزف، يدور على أكل، يرسم، يضرب زومبي بمسدس ألوان، بس الواحدة بتقتل. في يوم يشم ريحة وحشة، يدور، يلاقي جثتين، مش قادر يرميهم في الشارع، فبيحطهم في أوضة ويقفل عليهم عشان الريحة متطلعش. في حلم مزعج بيشوف زومبي بيهجموا عليه، يصحى مفزوع بس يطمن على نفسه. وفي يوم تاني بيشوف قطة مستخبية، بينزل يندلها ومعاه تونة، بس القطة بتجري والزومبي بيهجموا عليه. ينجح يهرب ويرجع للعمارة وهو مصدوم. بيقرر يفضل يتمرن عشان ميكسلش جسمه ويتكلم كل يوم مع ألفريد اللي محبوس في الأسانسير، كأنه بيحاول يحافظ على عقله. في يوم سام بيسمع صوت غريب جاي من أوضة تانية، بيروح يشوف، يلاقي بنت اسمها سيرو مصابة بس لسه عايشة.
يسيب سلاحه وبيبدأ يساعدها يعالجها ويهتم بيها. ثاني يوم سيرو بتكون أحسن شوية، بتحكي له إنها كانت بتتنقل بين الأسطح عشان الزومبي مش بيعرفوا يتسلقوا، لكن اتصابت ووقعت عنده. بتقوله إنهم لازم يهربوا لأن الأكل هيخلص والبيت هيتفتح يوم ما، بس سام بيرفض وبيقول إن الهروب معناه موت مؤكد. سام بياخدها يشوف ألفريد وسيرو بتقوله لازم يقتلوه، بس سام بيرفض، بيقول ده كان صاحبه ومش قادر يقتله. سيرو مش بتعترض بس بتسكت في استغراب. وفي يوم سام مش بيلاقي سيرو، بيدور عليها يلاقيها على السطح، بتقوله إنها بتدور على مخرج وبتقترح ينطوا من السطح ويهربوا. سام بيرفض، بيقول لها ده انتحار. بتتضايق وتسيبه وسام يروح وراها يلاقيها ماتت بسبب إصابتها. بيزعل جدا وبيحطها على السرير ويعمل لها وداع محترم. بياخد الكاميرا بتاعتها ويتفرج على صورها وبيحس إنه خسر آخر حد كان معاه. بعد شوية بياخد قرار إنه لازم يمشي، بس قبل كده بيولع في شرايط الكاسيت اللي كانت سبب وجوده هنا، كانت فيها تسجيلات لخطيبته وعايز يقطع صلته بالماضي. قبل ما يسيب العمارة بيروح يفتح باب الأسانسير لألفريد، الزومبي بيخرج بس مش بيقرب له. سام بيبص له وكأنه بيودعه وبيطلع فوق السطح، بيربط حبل حوالين وسطه وينط على عمارة تانية ويتسلقها ويوصل فوق. بياخد نفس عميق وأخيرا يحس إنه حر. سام مش عارف هو رايح فين ولا مين لسه عايش، بس هو عايش ولسه بيحاول. ولحد هنا بتنتهي أحداث فيلمنا النهاردة. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وسيب لي رأيك في الكومنتات. وأهم حاجة شارك الفيديو مع أصحابك اللي بيحبوا أفلام الرعب والنجاة، واستنوني في ملخصات جديدة ومشوقة على قناتكم دايما ريكاب تريكس. سلام.